أدى الإنتاج الوفير للبطيخ الأخضر أو ما يسمى بالعامية بالدلاع وانخفاض أسعاره بالأسواق بغليزان لترك الفلاحين ما تبقى من الغلة للمواطنين وبالمجان، ما جعلهم يتهافتون لجمعه في ظاهرة تضامنية يستفيد منها الفقراء وعامة الناس. دوار على كرماد هنا يقولوا له كاين الدلاع كاين كريط وكاين كاع الصوالح هنايا، جينا فايتين سبنا فلاح هذا إنسان طلقنا بحيره هنا رانا ناكلوا منها باطل. هذه الظاهرة معروفة في ولاية غليزان. هذا الفلاح دا رزقه يعني عمر البحيرة الله يبارك. شوف كي جات كي كمل دراهم ودا طلقها لا ليبرتي هاي للشعب اللي بيدي يدي في سبيل الله. ظاهرة استقطبت مستعملي الطرقات حتى من خارج الولاية ممن يضطرون للتوقف لجمع ما يتيسر من الدلاع. كاع راهم يجوا من مستغالين من الجزائر من تيزي وزو كاع الولايات هنا خير ربي هنايا كلشي كاين. من عشا جينا طايرين رانا نمشوا منا سبنا البحيره هذه مولاها ممكن راه دخل راس المال تاعو راه ربح فيها وما تبقى خلاها للشعب القلالي المساكين ياكلوا. المستفيدون من هذه الظاهرة أبدوا سعادتهم وأكدوا بأن هذا النوع من المنتوج سليم ولا يحوي أي مرض كما يشاع، وحتى مدير الفلاحة لولاية غليزان يؤكد ذلك. نؤكد أن هذا الإنتاج تاع الدلاع صالح ما فيه حتى مرض، والشعب راه متفوت عليها وراه يلقط في الدلاع وكل واحد على مستواه يلقط سواء في الدلاع ولا في البطاطا ولا يعني هذه ظاهرة تضامنية تاع الفلاحين بصفة عامة في آخر الإنتاج يطلقوا البحير. مول الأرض وانا نطلق هذا العزلة تاع الدلاع، والدلاع صالح ما إنسان ماهوش قال الدلاع مريض ولا ما فيه لا مرض ولا كل حال. الدلاع موالف ندي منه لا ما فيه حتى مرض لا حتى مشاكل لا والو، الدلاع مليح وكاع. وتبقى مثل هذه الظاهرة تعكس مدى كرم وجود الفلاحين بالولاية رغم المتاعب التي تواجههم في خدمة الأرض والخسائر التي تلحق بهم جراء انخفاض أسعار المنتوج.